عز ما تكون الدنيا واخدة الواحد، تنادينا تلاقينا ثانية الكل في واحد. في عز ما تكون الدنيا واخدة الواحد، تنادينا تلاقينا ثانية الكل في واحد. يا حبيبتي يا أم الدنيا يا أغلى الأوطان، مين ده اللي يقدر يوصل بيك البر أمان، ويعدي بيكي على بكرة خير الشجعان. يا حبيبتي يا أم الدنيا يا أغلى الأوطان، مين ده اللي يقدر يوصل بيك البر أمان، ويعدي بيكي على بكرة خير الشجعان. لحظة من عمر الأوطان محتاجة سفينتها الربان، يا مصر يا أول إنسان عرف البطولة وخلتها، قدامنا لسه عبر تاني أحلام كتيرة وعجباني، دي بلدنا مش عايزة أماني، عايزة كفاح من أولادها. فكده هو غلط. فالاغنيه محدش اشتغل، لقيت بتقول ايه ازاي حلو كده، ده انت ازاي بتحط في المتحف اللي عندك كده رسام. هعملها عملها ربنا الوقت بتاعنا بس، فمش اي حاجه نسمعها نروح نردها في الاغنيه. شكرا سمية. طبعا احنا اغاني المهرجانات اللي شغاله دلوقتي، انا مره كنت راكبه في الميكروباص وبيغني بيقول اغنيه بصراحه يعني عايزه اقرا في السواق وانزل. ايه اللي شهر ده؟ انا ما انتبهت، انا كنت سرحان، انتبهت للكلمات غلط في العقيده في الاخلاقيات في الموروثات بتاعتنا. فماريا النهارده بتكلمني بتقول يا ماما ده اغنيه مش عارفه بتقول واحد اتنين تلاته، مش انا استغفر الله. يعني يا جماعه احنا لازم بقى نخلي بالنا، ده دورنا بقى. ايه اللي بنسمعه ده؟ عيالنا بيسمعوا ايه؟ ده خلي بالنا، ده خطر، ده خطر علينا. هم بيلعبوا في اعدادات يعني مرحله المراهقه دي، والشباب هم بيلعبوا عليها، بيلعبوا عليها بجد. يعني هو ربنا يعيننا عليهم. يمكن هي جت قالت لي يا ماما واحد اتنين تلاته اربعه، فيمكن عجبني كلامها وطلعت عادي ان هي اول مره لما تقف تتكلم كانت بتضحك، بس لا انا عايزاكي تسلميني بنفسك تعرفي عشان تعرفي الحلال من الحرام. فشكرا ليك يا مريم. فاحنا الاعلام عندنا دي مسؤوليه ودي رساله، وكل واحد مسؤول قدام ربنا ومفروض ان انا مسؤول. انا كاعلامي انا كبكتب كلام انا مسؤوله قدام ربنا. كل واحد ربنا بيحاسبه على اللي هو بيكتبه واللي بيقوله للناس. اتمنى ان ما اغلطش على فكره، انا عارفه ان انا غلطت، فبشكركم وشكرا لكم. السلام عليكم. شكرا استاذ الدكتور على الحوار الاكثر رائع. وبهذا القدر نكون قد وصلنا الى نهايه هذه الندوه. اتفضل. خليك كده لما انت كده انا هجيب. شكرا للاستاذ الدكتور. اتمنى الندوه النهارده كان دور الاعلام في تنميه المجتمع. الاعلام اخطر حاجه واقوى حاجه بتنجح، زي ما قال الاستاذ احنا ممكن رئيس يوصل رئيس جمهوريه، ملك مسؤول ايا كان يعني.
بتسقط دول. من شويه قبل المحاضره كنت بتكلم مع استاذ محمود عن التوفيق وعن النظافه. الناس كلها اتكلمت عنها، فاقترحنا انا وهو اللي اقترح وانا ايده على المؤسسه ان احنا مش شرط اعلاميين، مش شرط اي مكان مثلا في فتره المؤسسه او في العالم العام، ان احنا نروح نوعي الناس، نروح نقول لهم خلوا لو كيس مثلا تجمعوا فيه المخلفات بتاعتكم، ده دورنا. وده دور اعلامي مهم جدا برضه، مش شرط تكون اعلامي بس انت بتعمل دور اعلامي. انا الصفحه بتاعتي باسم احمد المصري مش مكتوب جنبها الاعلام، مع ان المجال السوشيال ميديا مثلا بقى اكتر من 23 سنه. تمام، ما بحبش جنبها كلمه الاعلام. استاذ مينا بيكتب جنب مثلا بيج الخبر المخرج الشاعر الكلام كده يعني بيكتب جنبها. بسم الله. نقول في الخبر لان فعلا الاعلام مسؤوليه. ما ينفعش ان انا احط صوره او معلومه او حاجه انا هزيد فيها. لازم انا نفسي بصور، يعني بصور مثلا ندوه حفله الكلام ده، بصور اللي موجود، مش بحاول اكمله او اطلعه زيه، انا بصوره بس. حبيت انا اعمل فيديو اميز فيه المكان دوت والكلام ده بعمله، ما حبيتش خلاص بس انا بحط الصور اللي موجوده. استاذ دكتور محمد صفار حضرتك الكلام ده كله ده دورك كاعلامي ان نعمل كده. نقل انما الاعلام اغلبه معلش انا هاخد دقيقتين بس من الناس اللي موجوده وانا مش هتكلم طبعا عن تاريخ الاعلام لان انت هتكون كبير جدا يعني. من ايام جمال عبد الناصر الاعلام المصري تمام اللي هو كان ايه مواجهه. فعلا الاعلام كل الدول مواجهه مش مصر بس. اي قناه ليها سياسه مش هتعرف لك اللي انت عايزه، هتعرف اللي هي عايزاه. حتى في الافلام بتاعتها يعني الافلام العربي والاجنبي بياخد اللي هو عايزه مش اللي انت عايزه. تمام. الإعلام مواجهة، الإعلام عايز إذا كان عايز ينهض بالدولة أو ينهض بالمكان أو الكيان ماشي يوجهه صح. والإعلام يوقعه، الإعلام برضه هقرر تاني أخطر حاجة في الوقت الحالي، في الوقت الراهن الموبايل بقى جهاز إرسال واستقبال. وفي نهاية الندوة بشكر حضرتك وبشكر الدكتور محمد. فكان بيقول لي انتوا ازاي كده؟ قلت له يعني ايه ازاي كده؟ قال لي احنا 580 قبيله في السودان، كل قبيله ليها اعراف وتقاليد وقانون ماشي بيها، وكل قبيله ما تقدرش تتعدى عن الثانيه. بس انتوا ازاي كده؟ قلت له احنا شعب واحد يعني شاربين من ميه النيل. قال لي طب ما احنا شاربين من ميه النيل. انتوا ازاي مسلمين ومصريين مع بعض؟ قلت له احنا عايشين مع بعض. احنا ربنا حفظ مصر ان ايه؟ يعني مصر كل مصر ان شاء الله امنين. احنا ما فيش بص هي الحاجه اللي هي دي حاجه كده ايه؟ ناس بتلعب فين؟ في عقولنا. فانتوا ما حصلش. ده ما حصلش. في رمضان بيعيروا لنا بيعملوا تعمل تأسيس في رمضان ماشي او في المولد النبوي بيقدم حلويات ماشي ويعمل جمعيه الرحمن وبيعمل كساد. ده احنا كلنا بنساعد بعض. انتوا عارفين يا جماعه في الجزيره الخضراء اللي هي كانت بين سويسرا وعيون مصر، دي جزيره واسرائيل استولت عليها وكنا يعني انا خلاص نسيبها. عارف اللي جواها كان جيش مصر قالوا لو احنا سيبنا القطعه الصغيره دي هيعملوا عمليه نقل. قال يبقى هنسيب مصر هتستاهل لكن لازم نحافظ على مصر. كان فيها ضابط واخوه، الاثنين الضباط دول مسيحيين، واحد معاهم في الجزيره وواحد على جبل العداء ماشي. فعملوا الخطوه دي ان هم الجزيره عباره عن 3 مباني، راحوا نزلوا تحت خالص. واول ما اديته اشاره ان هو في الهواء جنوب مصر في الهواء ان احنا خلاص في تحت احنا هنضرب على الاسرائيليين. هم فعلا نزلوا في البطروق في الدور الاولاني وراحوا قفلوا على نفسهم. الضابط اخوه بص يعني اخوه فين في الجزيره، الاسرائيليين من فوق على السطح بيضربوا بس لو ايه هو بيضرب على الاسرائيليين وبيقتلهم واخوه تحت يعني ممكن في اي لحظه اخوه يموت. لكن هو قال بلدي اهم. ناس كتيره مسلمين مساكين احنا حاربنا عشان ننتصر. يعني انا هقعد معاك يا امام محمد بعد الدخله ان في ناس ايه عايزين كده ماشي. انا هقعد معاك اتفضل. طبعا
فبحيي كريم على شجاعته